السلام عليكم حباباتي ورحمة الله تعالى وبركاته، مع سلسلة تحضيرات العيد عفوا رمضان 2019 اخواتي المشاهدات. اليوم جبت لكم اللحم الحلول المعروف بالغرب الجزائري البرقوق. جبت لكم وصفة جد اقتصادية، اللحم الحلو بلا لحم. نبداو بالمقادير على بركة الله. عندي البرقوق تاعنا، عندي كبشة زبيب كونتيتي تاع زبيب تاع المشماش كيف كما راكم تشوفوا، ملعقه كبيره لا مارغرين، عندي عود قرفه، نجمه الارض نصف حبه فقط، وكاس سكر. بطبيعه الحال الماء باش نمرق المرقوق تاعي. نبداو بطريقه التحضير. راني غسلت البرقوق تاعي او العينه كاين اللي يقولوا لها العينه، كما راكم تشوفوا الحبه ها هي غليظه وملحمه شابه. ندير كامل المقادير ضربه واحده، وهذه الطريقه تاع اللحم الحلو نطيبوها داخل لاكوكوط نتاعنا كما راكم تشوفوا. نزيد لها بعد ما غسلت المشماش، غادي ندير كلشي بارد في بارد اخواتي المشاهدات، ونزيد لها الزبيب تاعنا ها هو، نضيف لها نص نجمه الارض وعود قرفه، ونمرقوها بالماء. نزيد نمرقها بالماء، طريقه جد سهله واقتصاديه حبيباتي، ما تديلكش الوقت بزاف، ما تسحقش كامل فيه لا فيوند نتاعنا. ها هو نزيد نمرقها بالماء، نديرو كلشي بارد في بارد. وصفه رائعه ولا اروع. عبر لي تغطيها بالماء فقط كما راكم تشوفوا. هاكا نهز لها كوكوط ها فقط. نضيف لها كاس سكر، وجد اقتصاديه ما في السكر. كاس سكر، نضيف ملعقه كبيره لا مارغرين ها هي. واش راح ندير لها دروك؟ نشعل الفرن نتاعي، نبلع لا كوكوط ونخليها طيب. راني درتو فوق النار تاعنا باش يطيب. نبلع لا كوكوط هكذا ونخليها طيب لمده هكذا 25 دقيقه، ونولي لكم فيما بعد. راني درت البرقوق تاعي ولا اللحم الحلو يطيب. واش راح ندير الكراميل تاعنا. غادي نوجد 2 ملاعق سكر كما راكم تشوفوا. ها هي الاولى بالحساب، ها هي لا دوزيام زوجه 2 ملاعق، ما تزيدي لا فوقها لا تحتها. نطيبوها كراميل حتى تذوب تتكرمل، تحصلي على كراميل، ونولي لكم فيما بعد. هو البرقوق تاعي بعد ما طاب، حليت لاكوكو تاعي خليته يغلي شويه، يشرب شويه ماء. او ميم طون راني نديرها 2 كويير سكر، اي السكر 2 ملاعق راهم باش يولوا كراميل. 2 ملاعق سكر كيما شفتوا معايا. راني رايحه نكرملهم باش نضيفهم للحم الحلو. ها هو بدا يتكرمل معايا خواتي المشاهدات كيما راكي تشوفي حبيبتي. ها هو باش نضيفو للحم الحلو للمرق تاعنا. الغرض من هذه الكراميل تعطينا اللمعان في لاصوص، و ميم طون تعطينا اللون البرتقالي الذهبي. ها هو تحصلنا على هذا الكراميل. نطفي الفرن عليه، دوك نجوز نضيفوه هنايا كما كتشوفي بهذه الطريقه غير بشويه، وبعدي عليه باش ما يطيحش عليك الكراميل. نتصوري شوفوا خواتاتي كيفاش يغلي معايا بعد ما درت له الكراميل، كيفاش تحصلنا على داك اللون الذهبي بريونتي. وجو او ميم طون اللحم الحلو نتاعي راه شرب المرق كما راكم تشوفوا، تحصلوا هكذا. دوك نجوز نوريه لكم في طبق التقديم. ها هو اللحم الحلو نتاعنا ولا البرقوق نتاعنا حباباتي بعد ما طاب معنا. شوفوا المرقه كيفاش جاتني دوغي ثقيله. زوقته بشويه لوز بعد ما حمصته في الكوشه. نتمنى هذه الوصفه اختي المشاهده تعجبك لنهار اليوم. ما تنسينيش اذا عجبتك، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه بتفعيل الجرس حباباتي. ما بقى لي غير نقول لكم فرجه ممتعه. انتي الغاليه على قلبي، نتمنى لك فرجه سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.